هل تتخيل إن طفل عمره 9 سنين يطرد من المدرسة لأن عقله أكبر من سنه؟ ده بالظبط اللي حصل مع آدم، طفل عبقري لكن مختلف. كان بيجاوب على أسئلة المعلمة قبل ما تخلصها، بيحفظ كتاب كامل في يومين. لكن بدل ما المدرسة تدعمه، قالوا لأهله: ابنك مش طبيعي، إحنا مش عارفين نتعامل معاه. وفي يوم حصلت الكارثة. المدرسة طردت آدم وقالوا ده بيشوش على باقي الطلاب، عقلياً سابق سنه. لكن آدم ما استسلمش. أمه قررت تعلمه في البيت، وفجأة ظهر نهمه الغريب للتكنولوجيا والبرمجة. عنده 13 سنة كتب أول برنامج لمساعدة المكفوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي ونشره على الإنترنت مجاناً. المفاجأة، واحدة من كبرى شركات التقنية في وادي السيليكون اتواصلت معاه وعرضوا عليه منحة وفرصة عمل وهو عنده 15 سنة. بعد 10 سنين آدم بقى مليونير، عنده شركته الخاصة لتعليم الأطفال الموهوبين اللي النظام رفضهم. وفي لقاء تلفزيوني سألوا آدم: لو قبلت المدرسة اللي طردتك هتقولهم إيه؟ ابتسم وقال: شكراً، لأنكم دفعتوني أصنع طريقي. مش كل مختلف غلط، ومش كل عبقري لازم يلبس نفس الزي المدرسي. لو عندك حلم حافظ عليه، حتى لو قالوا أنت مش طبيعي، لأنك ببساطة مش عادي.